ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا جاي اكلمكم النهارده عن واحد من اهم المسلسلات اللي هتنزل الفتره الجايه، وهو بالكتير قوي كده فاضل له يومين على العرض بتاعه، وهو مسلسل حدث بالفعل. اكتر حاجه بصراحه عجباني في المسلسل ده ومخليني منتظره جدا وعايز اتفرج عليه ان هو بيتكلم عن قصص حقيقيه، وعلى حسب ما اتقال برضو ان من كتر القصه اللي انت هتشوفها في المسلسل دي هتحسها غريبه جدا، مش هتحس او تصدق اللحظه ان القصص دي حصلت في الواقع. المسلسل ده الموسم الاول بتاعه هيكون مكون من 5 قصص، كل قصه منهم بتحكي عن حياه مريض نفسي عايش وسط مجتمع معين، ولكن طبعا المجتمع اللي هو بيبقى عايش فيه ما بيبقاش عارف بالتأكيد ان الشخص ده مريض، ولا عارف التأثير السلبي للشخص ده ممكن يوصل لحد فين. حاجة كده ممكن تكون مشابهة شوية لمسلسل سفاح الجيزة اللي بيتعرض دلوقتي، اللي هو مثلا ممكن يكون قاتل له 2 3 وعامل له 100 جريمة هنا و100 جريمة هناك، بس في نفس الوقت اما بيجي يتعامل مع الناس او اما بيجي يختلط بالناس بتحس ان هو بيتعامل بقمة الاحترام، وما تشكش للحظة ان الشخص ده ممكن يطلع بسلوك غير السلوك اللي انت شايفه قدامك، او ان الشخص ده ممكن يطلع مجرم او قاتل او ايا كان حاجة سلبية انت ما تتخيلش حاجة زي دي. وهو مسلسل حدث بالفعل الى حد ما بيركز على الشخصيات اللي زي دي، الشخصيات اللي هي المريضه نفسيا او المختله نفسيا. وبالمناسبه ممكن يكون الشخص ده قريب جدا ليك، ممكن يكون من عيلتك مثلا او من اصحابك او من حد معرفه ليك. هو بقى هيوريك تعامل الشخص ده مع المجتمع عامل ازاي، وتعامله برده مع اقرب الناس ليه هيكون عامل ازاي، وفي نفس الوقت برده هيكشف لك الشخص ده على حقيقته، وهيوريك المشاكل النفسيه الكتيره اللي بيمر بيها. وافتكر ان قلت لك ان المسلسل ده من قصه حقيقيه. وبصراحه برده حاجه عجباني ومميزه جدا ان كل قصه في المسلسل هتبقى عباره عن 3 حلقات بس، 3 حلقات بس، يعني اكنك بتتفرج على فيلم يعني. وبالتالي كده كل قصه هنلاقي احداثها سريعه لان هم 3 حلقات بس، مش هنشوف بقى جو الملل اللي احنا بنشوفه في المسلسلات الطويله والكلام ده كله. وبرضه انا سمعت ان مؤلف المسلسل سافر لاكتر من دوله عربيه وقعد مع دكاتره نفسيين كتير عشان يقدر يجمع القصه اللي احنا هنشوفها دي. واتقال برضه ان المؤلف كتب المسلسل ده في 3 سنين، فواضح برضه ان هو خد حقه في الكتابه وما اتكروتش من الاخر يعني. فانا برضه شايف حاجات كتيره ايجابيه جدا في المسلسل ده، واتمنى ان المسلسل برضه في الاخر ان هو يطلع كويس. وانا برضه بصراحه عجبني حته ان احنا بقى هنتكلم عن قصص لمرضى نفسيين بقى وجو الرعب النفسي اللي احنا بنشوفه بره ده، واتمنى زي ما قلت ان هو يطلع، بس الاهم ان هو يطلع كويس. المسلسل خلاص هينزل بعد يومين بالظبط، هينزل يوم 13/9. قول لي برضو ايه اكتر قصه انت متحمس لها في المسلسل، واكتر قصه انت عايز تشوفها من القصص اللي انت سمعت عنها في المسلسل او القصص اللي انت شفتها في البرومو. قول لي ايه اكتر قصه مستنيها في الكومنتات. وطبعا ما تنساش بقى ان انت تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للشانل هنا، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.